اخبارك ايه يا جميل؟ بمثل حضرتك وكابتن اكرام طبعا وكابتن هشام. اهلا بيك يا عاشور ومبروك الفوز النهارده يا عاشور. الحمد لله يا كابتن، كنا محتاجين 3 بونت دول خالص يا كابتن، فالحمد لله بعد 8 هزايم نكسب نادي الاسماعيلي في اسماعيليه بدفعه قويه لنا باذن الله للماتشات الجايه ان شاء الله يا كابتن حازم. ان شاء الله طبعا فوز مهم ومستحق، وطبعا اداء قوي جدا عاشور، ولكن للاسف في احداث تبقى يعني خارج الاطار الفني شويه، بتاخد من الاهتمام شويه يا عاشور. تمام يا كابتن. المشاده اللي حدثت، احنا كان معانا الكابتن سعفان دلوقتي وكان بيتكلم على ان ما بين الشوطين كان في مشاده بينك وبين شوقي السعيد، وهو جه بيهدي فانت زقيته في وشه. ولا يصح ان انت يعني راجل كبير او مدرب وفي مقام وفي فرق في السن بينك وبينه، هل يعني انت رد فعلك ايه على الموضوع ده وشايفه ازاي؟ كابتن انت كلام حضرتك صح طبعا، انا ما ينفعش اغلط في حد اكبر مني. كابتن سعفان اخويا الكبير والكلام دوت ومدرب على اعلى مستوى والكلام دوت. اللي حصل يا كابتن خلصنا الشوط الاولاني واحنا كسبانين، لعيبه الاسماعيلي مشدوده عشان داخل فيها جون يا كابتن، لعيبه في بعض اللعيبه من اشتموا في الملعب، خرجنا يا كابتن بين الشوطين، شوقي السعيد جاي يمسك فيا، كابتن سعفان جاي يحوش له والكلام ده يا كابتن بطريقه مش كويسه يا كابتن، هو كان بيحوش له والكلام ده لكن بطريقه مش كويسه يا كابن، ماسك من الرقبه والكلام مش كويسه. انا فعلا اتعصبت يا كابتن والكلام دوت، بس ما حصلش كل اللي قال عليه يا كابتن خالص. لا هو ما قالش، هو قال حاجه واحده، قال ان انت بس زقيته في وشه، ما قالش حاجه غير كده يا راجل يعني. ما حصلش يا كابتن، انا ما ينفعش يا كابتن ازق راجل اكبر منه والكلام ده ومدرب على اعلى مستوى والكلام دوت في وشه. كابتن استحاله يا كابتن، لعبه الاسماعيلي هجمت عليا يا كابتن كلها، احمد سمير فرع يا كابتن جه من ورا ضربني بنيه في الراس يا كابتن، عورنا يا كابتن عشان كده لفيت راسه بين الشوطين. فالحمد لله رب العالمين، الحمد لله اهم حاجه خدنا 3 بونت والكلام دوت، وانا بعتذر لكابتن سعفان لو كنت غلطت فيه، ما فيش مشكله يا كابتن. طب انا بحييك يا عاشور على انك انت بتعتذر على الهوا وبشكرك، بس عايز اسالك سؤال على راسك اللي مربوطه دي، هل في مشكله حصلت فعلا بين الشوطين وانت اتعورت بين الشوطين ولا ايه اللي حصل؟ والله يا كابتن انا اتعورت بين الشوطين في ورطه يا كابتن، حتى ورطه ورمه يا كابتن، حتى المراسل بتاع القناه بتاع الحريه يا كابتن دماغي ورمه لغايه دلوقتي يا كابتن عشان كهربطتها اصلا واتعورت، المفروض كنت تاخد فيها غلط بين الشوطين بس ما رضيتش. ايوه ليه؟ هل ده يعني لوحدك اتعورت اتخبطت في حاجه؟ لا يا كابتن لا احمد سمير فرج ضربني. احمد سمير عايش، انا مش سامع كويس. المشكله لما حصلت مع الكابتن سعفان يا كابتن، لعيبه الاسماعيلي كلهم هاجموا علينا يا كابتن، كانت بين الشوطين يا كابتن حصل شكله كبيره يا كابتن والكلام دوت، لعيبه الاسماعيلي هاجموا علينا والكلام دوت واللعيبه بتاعتنا يحوش يا كابتن، فاحمد سمير جه من ورا يا كابتن قام ضربني بنفس دماغي يا كابتن. احمد سمير فرج. ايوه يا كابتن. والموضوع اتحل دلوقتي خلاص، الدنيا كويسه ولا؟ خلاص يا كابتن دخلنا الحمد لله، احنا دخلنا الاولى بتاعتنا والامن هنا على اعلى مستوى يا كابتن. طيب خلاص انا اهم حاجه بس في الاول والاخر يا كابتن على قناه حضرتك يا كابتن والكلام دوت، انا بعتذر لكابتن سعفان اخويا الكبير، وانا بتاسف له لو حصل مني اي حاجه وحشه. انا بشكرك يا عاشور، واتمنى عارف منك حاجه بقى لو عملتها تبقى جامد جدا، انك تروح دلوقتي قبل ما تمشي وتروح لكابتن سعفان، واعتقد هو راجل يعني محترم وهيتقبل اعتذارك وهتبقى انا عندي استعداد يا كابتن، بس لو دخلت الاوضه دلوقتي هتضرب يا كابتن والله. لا خد معاك كابتن محترم. بص هقول لك حاجه، المحترم اي حاجه محترمه كابتن وليد صلاح هتخلي الناس تحترمك وتجبر على الاحترام، انت بتعمل حاجه ولعيبه الاسماعيلي كلها لعيبه محترمه، خلي كابتن وليد صلاح ياخدك ويروح لكابتن سعفان، اعتقد يعني 100% او مليون في المية لعيبه الاسماعيلي هتتقبل اعتذارك والكابتن سعفان نفسه هيتقبل اعتذارك، لان احسن حاجه انك لو حد غلط يعتذر، ودي يمكن الامور بتبقى في نصابها الصحيحه يا عاشور. يا كابتن انت كلام حضرتك على راسي يا كابتن، ربنا يعلم الواحد يحب حضرتك قد ايه. حبيبي انا عاشور يا كابتن والكلام دوت، بس انا مش متخيل رد الفعل بتاعهم ايه يا كابتن. اخلي كابتن وليد يروح يستشف الامور ويظبط الموضوع، لكن صدقني لو طلعت من الملعب وانت معتذر له هتبقى كبيره جدا ليك ولنادي الاتحاد وللناس كلها، يعني نتمنى ذلك ان شاء الله.